السلام ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم باش نشارك معكم وصفة الميني تاكوز بطريقة سهلة وبسيطة، أكلة بنينة برشا وتستاهل باش نجربوها. ما نطولش عليكم، قبل ما نبداو ما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة، ويلا نبداو. اول خطوة باش نبدا بها عجينة خبز التاكوز. عندي هوني 300 غرام فرينة، ضفت لهم مغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة خميرة كيميائية، خميرة حلويات. خلطت المكونات الكل مع بعضهم، ضفت لهم كاس صغير زيت ما يعادل 50 مليلتر. بديت نبسس في المكونات الكل في بعضهم بالطريقة هذه. من بعد بديت نزيد في الحليب. الحليب لازم يكون دافي، والكمية على حسب الفرينة إذا كانت تشرب وإلا العكس. نبدأ نلم في العجينة بيدي. من بعد حطيتها على رخامة وبديت نعجن لمدة 10 دقايق. نجم تحطها في العجانة باش تسهلك العملية وما تتعبش. بعد 10 دقايق تحصلت على القوام هذا، حطيتها في كيس بلاستيكي وخليتها ترتاح على الأقل نص ساعة. للحشو أخذت كعبة بطاطا، قسيتها مكعبات صغار، خلطتها مع التوابل، حطيت كركم، فلفل أكحل، كليل وزعتر، شوية تابل، حطيت لها مغرفة كبيرة زيت، شوية فلفل أحمر. خليتهم يتحمروا في الفور على درجة حرارة 180 20 دقيقة وخرجتهم. بعد ما ارتاحت العجينة نص ساعة خرجت منها كويرات صغار بالطريقة هذه. من بعد بديت ناخذ بالكعبورة ونحلها بالقلقال بالطريقة هذه على شكل دائرة صغيرة. كان عندك قلب مدور تنجم تشكلها بيه. نكملوا الكعبات الكل على نفس الطريقة. كل كعبة نحلها نحطها التيب على المقلة، لازم تكون ما تلصقش وعلى نار متوسطة. دوب ما تحمر الكعبة شوية من اللوطة نقلبها على الشيرة الأخرى. الكعبة في ساعتي ما تاخذش برشا وقت. توا باش ناخد طبق متاع فور ونبدأ في عملية الحشو. هكا تكون الكعبة متاعي بعد ما تعبت. لازم تكون الكعبة خفيفة وطرية ما تتقطعش بالشكل هذا. باش نبدأ نعبي في الكعبة. أول حاجة أنا حطيت هوني هريسة، تنجموا تستغنيوا عليها. عندي هوني شوية فلفل وشوية بصل، ذبلتهم مع بعضهم مع شوية ملح باش نحطهم في الحشو. عندي هوني دجاج، توا نخلي لكم طريقة تحضيره في صندوق الوصف. حطيت منه في الحشو، حطيت شوية من البطاطا اللي حضرتها، حطيت لها شوية جبن اللي متوفر عندكم تنجموا تحطوه. ضفت لها شوية جبن موتزاريلا، طويتها شوية وحطيتها على الطبق بالطريقة هذه. استويتها بالكاس باش ما يتفرتليش الخليط اللي فيها. كملت الكعبات الكل على نفس الطريقة. كل كعبة نكملها نلصقها بجنب الكعبة الأخرى ونستويها بالكاس. بعد ما كملت الطبق بكله وعبيت الكعبات الكل حطيت عليهم جبن موزاريلا باش ندخلهم الفور على درجة حرارة 180 15 دقيقة ونخرجهم. وهكا كانت النتيجة بعد ما خرجتهم الفور. وصفة بنينة وتستاهل باش نجربوها، إن شاء الله تعجبكم. خليكم على خير ونقولكم باي باي إن شاء الله في فيديو جديد.